بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكل من يشاهد الفيديو، وكل عام وأنتم بخير. حبيت نبارك لجميع الفرق التونسية اللي حققت نتائج إيجابية في الجولات الأولى من كالكسوا في كأس الاتحاد الأفريقي وفي الشامبيونز ليج. البداية كانت مع فوز الاتحاد المنستيري على بطل الجزائر. ألف مبروك للاتحاد المنستيري، نتيجة جيدة، نتيجة إيجابية. كذلك اتحاد أو الملعب التونسي فاز على اتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكاف وكأس السوبر موسم قبل الماضي. نتائج جيدة للزوز فرق هذوما. واليوم الفوز للترجي أمام ديكيداها الصومالي، فوز مستحق، يعني فوز نقولو احنا بكل سهولة، بالرغم أنه نوعا ما الأمور فما هكا صار كل خطأ يصير عادي لأي حارس مرمى عادي جدا. يبقى مميش، يعني حبينا ولا كرهنا، حارس ممتاز وحارس شاب ذو قيمة عالية. المباراة حسمت تقريبا، والتأهل للترجي بنسبة مئوية كبيرة إلى دوري المجموعات، والفوز أيضا للنادي الصفاقسي على الفريق البورندي، وأخذ شوط كبير للتأهل لدور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي. الفرق التونسية رغم نقولوا احنا العوج اللي صاير في كرة القدم التونسية وفي البطولة التونسية، نشوف هو أنه فريقين، الملعب التونسي والاتحاد المنستيري، يفوزان على قطبي الكرة الجزائرية. الترجي كالعادة، النادي الصفاقسي بطولة المحببة متاعه هي كأس الكاف. فالأمور ماشية بشكل ممتاز للفرق التونسية. نتمنى في المباريات متاع الإياب تكون الأمور محسومة للفرق الأربعة إن شاء الله: الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري، الترجي بطبيعة الحال، والنادي الصفاقسي، يكونوا في أدوار متقدمة إن شاء الله في الكؤوس الأفريقية. كل التوفيق للفرق التونسية، وألف تحية للجماهير اللي تتفرج على الفيديو هذايا من الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي، الترجي الرياضي، والنادي الصفاقسي. إخواني وأحبابي، نتمنى لكم كل التوفيق.